المشهد ده بيلخص طبيعة العلاقة الحالية بين رونالدو وجورجينا في الفترة الأخيرة. مع انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي، كتير من الأنظار بقت موجهة ناحية طبيعة العلاقة بين النجم البرتغالي وجورجينا. أنباء كتير اتكلمت عن توتر العلاقة بينهم بالفعل. ده اللي اتكلمت عنه مثلا صحيفة الماركة الأسبانية، اللي قالت إن العلاقة بين الاتنين مش جيدة أبدا. الصحيفة الإسبانية قالت إن إخفاق رونالدو في كأس العالم مع منتخب البرتغال تسبب في توتر العلاقة بشكل كبير جدا مع جورجينا، علشان كده تم تأجيل خطوة الزواج اللي كانت مقررة بينهم. المعلومات المثيرة دي أثبت صحتها مقطع فيديو تم التقاطه في حفل تقديم رونالدو مع نادي النصر السعودي. الفيديو بيبين مداعبة كانت حميمية جدا بين رونالدو ومقدمة الحفل، لكن واضح ان ده اغضب جورجينا جدا، وده اللي ظهر في الفيديو. لكن رغم كده نفت جورجينا الأنباء المتداولة عن توتر العلاقة مع رونالدو، ونشرت صورة للاعب البرتغالي بقميص النصر السعودي وقالت عليها: يبدأ فصل جديد، مرة أخرى يظهر من هو الأفضل في العالم، أنا فخورة. جورجينا حاولت من خلال الصورة والتعليق اللي كتبته إنها تنفي وجود توتر في العلاقة مع رونالدو، لكن بالتأكيد في أسرار كتير بتحكم العلاقة اللي بتجذب أنظار العالم كله.